السلام عليكم. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. معكم غيتا. القصه ديالي بدات ملي كانت عندي 17 عام. كنت كنقرا في التاسع اللي هي ثالثه اعدادي. قريت العام الاول وسقطت، وعاودت العام الثاني وسقطت. فما بغيتش نرجع نكمل حيت صافي لحقوا عليا اللي منين كنت انا في كاتريام كانوا في السابع لحقوا عليا، دونك ما بغيتش نكمل معاهم. صافي قلت ما امبوسيبل نرجع. صافي قلت صافي الله يجعل البركه، ما فيهاش الخير، الله يجيب الخير في حاجه ما احسن. جلست في الدار بالرغم من ان عائلتي ما بغاونيش نجلس وما خلاو كيف ما داروا معايا باش نكمل قرايتي. لا امي ولا با ما كانوش راضيين على الفكره بصفه نهائيه، ولكن انا عاوتاني كنت صافي مقرره قرار نهائي بانني ما غاديش نرجع لك المدرسه. قلت لهم دابا ندير شي حاجه اخرى. جلست في الدار جلست في الدار. انا بحكم انني انا الكبيره في خوتي، فجلست قبلهم كنضحك مع هذا ونشط مع هذا. كانوا عندي 3 ديال خوتي، 2 بنات وولد، وانا الرابعه وانا الكبيره فيهم. كنا ناس على قد الحال، ولكن ما كان خاصني حتى شي خير في دارنا. كنا داك العائله ديال اللي ما يرفضولكش الطلب ويتحوفروا عليها ويضربوا عليها تماره وما يخليوناش ناقصين من حتى شي حاجه. الله يخليهم لينا يا رب، عمرهم ما خلاونا منقوصين من شي حاجه. كان واحد الجو في العائله زوين، في الدار الكالم والراحه والحريه ديالك واخداها، اللي بغيتيها ديالك، ما محرومين من حتى شي حاجه الحمد لله. بقيت مقابله التليفون، الدار، الخروج مره. كانت واحد خالتي ساكنه قريبه لنا شويه، يعني كان عندنا بيناتنا كونتاكت. كانت هي خالتي وراجلها عمي او ميمطو. فهمتوا القصد؟ يعني 2 خوت تاين 2 خواتات. كانت خالتي العكس ديالنا، عندها 3 ديال الدراري وبنت وحده. حنا كان عندنا ولد واحد وهي كان عندها بنت وحده و3 د الولاد. واحد من هذوك الولاد تهندس ليا، هندسوه ليا بهذا المعنى. شافوا بانه صالح ليا. انا في سن 17 عام، ولكن قبال كانوا كيكونوا تلميحات، انا ما كنتش كنعمر راسي. ولكن ملي خرجت من المدرسه وخويت وقتي الكامل، ولا كيبان ليا الزواج هو الاستقرار، هو الحل، وهو فاش غادي يرتاح. مع العلم انه هذاك الزوج ما فيه شروط ديال الزواج نورمالمون، ولكن داكشي اللي دخلت عليه ماشي هو اللي كان. مثلا كان داك ولد خالتي ما خدامش، ولكن كانوا كيقولوا لي عائلته غير ديه انت غادي تجمعيه، غيتزوج غيتجمع راسو، يدير وليداتو غيجمع راسو، وراه غادي يولي يخدم، وراه غادي نفتحوا له المحل، حيت كان عندهم واحد المحل غير مسدود، راه غنفتحوه له ونديروا له مشروع ديالو. يعني السيد بانه غيخدم سيغ. حاجه اخرى كان مبلي، وهذا الغلط هذا ديالي انا، لانني النهار الاول كان ما خصنيش ناخذ واحد مبلي. ما عليناش، كنت كنمشي عند خالتي انا بزاف، وكان كيوقعوا صافي ملي كنمشيو حنا الموضوع كيتجبد في ابسط حاجه. ايوا ان شاء الله نشوفك عروسه مع ولدنا، ايوا حتى تجي ان شاء الله عروسه وتهذا، حتى تاخدي فلان ونديروا هادي. ديما مدخليننا في الموضوع. صافي تدخلت لي فكره في دماغي، وكنرجع نقول لكم انني بنت 17 عام. صافي بقاو كيدخلوه معايا مع العظام. داز الوقت وغتموت خالتي الله يرحمها، اللي هي امه. ماتت قدر الله ما شاء فعل. من موراها رجعوا كي انسيستيو عليا اكثر، حيت خالتي الله يرحمها ما كانت بحال باغي كتسكت كتضحك كتقول لي كنتو في مكتب بنتي ما نقراوش حسن منك. هذا هو الدخل ديالها في الموضوع. خوتو اللي كانوا كيتداخلوا معايا في هذا الموضوع بزاف، كيشكروا بزاف ويجبدوا لي بزاف، اي موضوع كيحشيونا فيه حنا بجوج كازواج، حتى دخلوا لي مع العظام. ما عليناش،
قدر الله ماتت خالتي الله يرحمها يا ربي في هذا النهار. داز مده صافي، دوال عمي مع بابا قال له رحنا بغينا فلانه. انا ديك الساعات صافي دخلات لي الفكره من دماغي، وليت كنشوفو هو سليمان القانوني صافي، ولا كيبان ليا مكاينش بحالو، هو المناسب والعميه ديال الصغر نرجعو نقولوها. حقيقه انا والديا ما بغاوش، باش ما نجيبش اللومه عليهم ولا نقول والديا فرضوا عليا الزواج ولا زيدوني ليه، ولا والديا ما كانوش راضيين على القرار، وخوتي كذلك حيتاش عارفين ولد خالتي كيفاش داير. انا انسيستيت، انا بغيتو، انا اللي وقفت قلت لهم لا انا باغاه وما تدخلوش في هذا الشيء، وراه غادي يخدم وراه غادي يتبدل وراه. واش قاده على هذا الشيء بنتي؟ قاده عليه. واش قاده تعيشي معاه وهو انت عارفه كيفاش داير؟ قاده. صافي لا يسخر ليك. هادشي اللي قالوا لي خلال فترة الخطوبة ديالنا. يعني كنا يلاه كنوجدوا العقد، كانت ماما ناعسة وحلمات بخالتي الله يرحمها، جات لعندها في لمنان وقالت ليها اختي ما تعطيش بنتك لولدي. قالت ليها علاش؟ رجع عمي كان معاهم زعما في الحلم، كانت امي واختها وعمي. قال لها صافي، قالت لك ما تعطيهش. يا ريت كون كنا سمعنا، كنا فهمنا العبره من داك الحلم. تزوجت مشيت سكنت معاهم في الدار. من داك الايام الاولى مزيان، واحد الشهر داز، شهر ونص، شهرين، وصغرتو عليا. كنت وحم، بديت في الولاد وانا مازال ما عارفاش راسي فين حطيت رجلي. بديت في الوحم، بديت كنتعرف على الوسط اللي انا فيه بالضبط. بعد المرات كيوقعوا شي حوايج كندوزوهم عادي. ديك الفتره الاولى ديالي معاه في الزواج ما خلانيش كاع ناخذ فيها راحتي. ليا الزيف وفرض عليا البيجامه طويله في الدار. انا ديك الساعه صافي قلت راه كيغير، راه واخا انا البهله كون فكرت ديك الساعه تنقول من غير من باه عمي، حتى هو انه كاع ماشي عمي غير شيخي، وراه ما يعني ماشي شي حد اللي خصني نتغطى منه. ما علينا. انا ديك الساعات في الجهاز ديالي كنت خديت الكتمات المهم لعلك ترضى راكم عارفين. صافي بقى لي داكشي كامل في راسي. ما عندي حتى شي بيجامه، حتى بيجامه طويله ما عندي. ايوا عيط ليا قال لي غيتا هبطت له نعم. قال لي شنو هادشي لابسه؟ قلت له لابسه كتمه. قال لي ما كاينش الكتمات، غتلبسي بيجامه وغديري الزيف ديالك. بقى كيغوت مع راسو. قلت له انا ما عندي حتى بيجامه. ناضي يغوت ويسطح هرس المايو، وانا فعلا ما عندي حتى بيجامه. بقيت كنبكي ديك الساعه. عيطت لماما، عيطت لامي قلت لها جيبي لي دابا شي بيجامه معاك من دياولك. جابت لي امي مسكينه جوج بيجمات من دياولها ودوزتها باش غمر. دازت الايام د الله. هو خدم حدو داك الايام الاولى كيخدم سيمانه ويجلس سيمانه، يخدم سيمانه ويجلس سيمانه. وداك القضيه ديال نفتحوا له محل ما كاينش منها. مره كيمشي ما عرفتش واش كيخدم، كل مره فاش كيخدم سيمانه ويجلس سيمانه، يخدم سيمانه ويجلس شهر. وحنا عايشين كيصرف باه، كناكلوا مع باه. بحال اللي زادوا بنت عندهم وعاد بنت الرابعه اللي زاد هي جايبه له الخامس. ولينا عاله على عمي، ما عاونو، ما جمع راسو كيف كيقولوا، ما حتى حاجه. وخلال هاد الفتره هادي ديال الزواج ديالي فيه معاه كامل، دخلت على هاد المشروع ديال الزواج وانا صغيره، وكان عندي واحد الامال فيه، وكنت باني واحد الاحلام ورديه في هاد الزواج غنعيشها على اساس غنعيشها معاه. ما لقيت حتى حاجه منها، حتى حاجه من داكشي اللي كنت خايله ما لقيتها. ما لقيت حنان، ما لقيت حب، ما لقيت عطاء، ما لقيت كادوات، ما لقيت كلام زوين، ما لقيت افعال زوينه، ما لقيت حتى شي حاجه اللي
لا اله الا الله، ما لقيت حتى شي حاجه من داكشي اللي كنت كنتخايل مع داك السيد. واحد حنكور كيعرف غير الماكله والبليه وش خير. المهم نرجعوا الفتره ديال الحماله ديالي الاولى. في خلال الفتره ديال الحماله ديالي بداك الشهور الاولى، وكان قريب العيد الكبير ديالي الاول معاهم. كان ديك الساعات عيط له واحد ولد عمنا اخر ميسرين الحمد لله، كان عيط له يخدم معاه. قال له اجي تخدم على راسك وهذا، انا كنخدم غير براني اللهم يفيك. مشى عنده خدم معاه واحد الشهر قبل العيد بحال هكا. ملي قرب العيد قال ليه انا دابا راني خدام معاك، شري لي العيد الحولي، شري لي العيد وبقى تقطع ليا. الاخر شايف قشو طايح، يعني ما يقدرش يريسكي بهاد القضيه هادي. قال له انا نعاونك بشي بركه، ولكن باش نشري لك العيد وانت مازال ما خدمتيهاش راه الظروف مزيره وهذا. وعمو اعتذر منه بواحد الطريقه لبقه. شنو غيدير؟ ماشي يقبل بداك البركه، صافي عطاه سوارتو وجاب حالو. من داك النهار ما ضرب معاه الضربه. صافي جا عندي قالها لي، قال لي انا ما عنديش دابا، ما ندير لك العيد لك البركه اللي عندي ما تشري لك حتى حاجه، غنعيدو مع با وصافي. انا قلت له انا ما نعيدوش مع باك، قلت له يا غتشري لي العيد ديالي يا غنمشي في حالاتي دابا. وانا ديك ساعات حامله بولدي الاول. ما علينا، مشى الصراحه الله ما عرفتش. المهم ما عرفتش العلم لله منين كمل الفلوس، شكون اللي كمل له، واش تسلفها واش قمر فيها، العلم لله. المهم شرى لي واحد الحوليه، دوزنا داك العيد يلا سلامات. باش ما عطا الله من داز العيد، دازت داك الفتره ديال اللحم وجاتني قاصحه شويه اللحم ديالي الاول. صافي مشيت لدارنا واحد الشهر تقريبا، وانا في دارنا على ما وليت شويه وفاتني داك الجهد ديال اللحم. ورجعت ديما بلا ما نذكر بزاف المشاحنات بيناتنا كيدوزو. كي تعصب على ابسط الاشياء كنوضو نتغاوتو على ابسط الاشياء. كيغوت بغيت نقول، حيت انا ما كنقدرش نرد عليه الهضره. انا كتبان لي غير في ملامحي وكنرد لقلبي، اما ما كنقدرش نرد عليه الهضره بحكم انني كنخاف منه. كنخاف انه يرد يعني يفوت فيا شي دقه ولا يضربني ولا هادشي انا في غنى عنه. المهم دوزو هاد الفتره ديال الحمل كامله، ونجيو بعد ما ولدت ولدي الاول. ولات لقيت ما فتحتو ما في جنبو الاخر، الراجل ضربه يدور. الحمد لله ان عندنا واحد الثقافه في المدينه اللي انا فيها، واحد التقاليد بان الاسبوع الاول بين النفيسه هو اللي كيسبع عليها، هو اللي كيجيب ليها الحولي وما الى ذلك. يعني داكشي الكبير كيجيب بين النفيسه، بحكم انه هو اللي كيسبع لبنته الاسبوع ديالها الاول. والشي الاخر عاونوا باه خواتاتو العائله. المهم دوزناه باش ما عطا الله. وصلنا النهار ديال الاسبوع، كنت انا باغا نسمي واحد السميه. المهم من صغري وانا بغياها وكنهضر عليها، ومنين قلتها ليه حتى هو بغاها. منين قلناها حتى العائله، من طرحناها قدام العائله ما بغاوش، ما وافقوش عليها. صافي قلت لهم ماشي مشكل، صافي نسمي هادي، عطيت سميه اخرى. صافي ما هضرش هو، ما تكلمش. نهار الاسبوع وصلت الوقت ديال الذبيحه، هبطت عنده فيقته حيت سي سليمان قانوني ناعس. الذبيحه في الفوق فوق راسو، هو راه ناعس لتحت حيت ما كنسبعوش لولدو. من هبطنا فيقناه، قلنا له طلع باش تحضر الذبيحه، وقالت له ماما شنو غتسمى ولدي؟ جيت انا قلت لها غنسمي هاد السميه. جا هو قال لها لا، ما غاديش نسمي هاد السميه، انا غنسمي هاد السميه. عطاها واحد السميه اللي
اللي عارفني ما غتعجبنيش واللي ما عمرها ما جات كاع في الهضره بيناتنا ولا حتى شي حاجه. صافي سكت انا ديك الساعه ما جاوبتوش، ولكن دابزت معاه. بقات مامي كترغبني علاش الشيطانه بنتي، صافي دوزي ما تفقسيش دابا وانتي نفيسه، ما تفقسيش في هذا النهار دولك. داز داك النهار باش ما عط الله، داز داك الايام. وفي خلال الفتره ديال زواجي به كامله عمرو ما عطاني شي ريال ليدي. الا بغى ياخذ لي شي حاجه يشري ليا شي حاجه كيمشي يشريها هو ويجيبها لي. اي حاجه، سوا ماكله سوا حوايج سوا اي حاجه احتاجيتها، دواء اي حاجه، كيمشي هو يشريها ويجيبها لي. وطبق هذا النظام هذا حتى على ولادو. عمرنا ما خدينا شي حاجه لينا بالشهوه، لا انا ولا ولادي، ديما كياخذ هو الحاجه ويجيبها لنا صافي. هاد الوقت هذا كامل اللي داز الصراحه ما كانش كيكمي حدانا. انا عارفاه كيكمي وعارفاه كيدخل شحال من مره ماشي هو هذاك. في الاول ما كنتش كنعرف نميز، ما كنتش كنعرفوا بانه راه سكران. كيدخل كينعس صافي كيطيح دوده. الراجل ما كيفيق حتى لغد ليه عاد كيفيق صافي. مي ما كانش كيكمي حدانا. عمرو كما حتى ولدو ولا بالعكس صراحه الله كيتهلا في ولدو، كيبغيه. يعني انا حاسه يعني كيكون باين كيبغي ولادو، كيبغي ولدو مهلا فيه. تسولوني انا نقول لكم انا ما عمري حسيت به كيبغيني. كنا متعايشين مع بعضياتنا وصافي. انا كنت كنبغيه في داك الاول ديال الزواج ديالنا كامل. ما نقولش غير الاول، مده ديال الزواج ديالنا كامل كنت كنبغيه، وكنت عندي امل انه يتصلح، عندي امل انه يتبدلوا فيه شي حاجات، ولكن ما عمري حسيت بالحب من طرفه. ولكن شحال من مره مرارا وتكرارا كان كيدخل علينا سكران، كيدخل ولدو كاين بدا يكبر شي شويه، كيدخل كيتسطح كينعس. يعني الولد ما غيميش ديك الساعه، ولكن انا كنتضعق شويه بشويه. دازت الايام د الله، دازت الشهور، قرب العيد الثاني ديال العام ديالي الثاني، عندهم عيد الثاني معاهم. قرب العيد، جا واحد صاحبو بروبوز عليه واحد البيعه وشريه، داروها. جاب الله فيها التيسير، دخل فيها تبارك الله الخير، تقريبا 1 المليون ديال الربح. داك المليون اللي كان غادي يبقى نورمالمون لرمضان والعيد الصغير والعيد الكبير ويتزاد عليه، مشى فيما يقارب 15 اليوم. مشى في الشراب، مشى في المخدرات، جميع انواع المخدرات والموبقات. كان كيجي كاو نهار الاول، نهار الثاني، ثالث، رابع. صافي جمعت حويجاتي ومشيت لدارنا. بقيت تما تقريبا شهر وشي سيمانه. صحابكم جامع مورايا تا سالاو الفليسات وسالا الزهو النشاط ديالو، وعاد تفكر راه عنده مرا وولد. عاد وجا عمي وجا عمي واحد اخر معاه، وسمحي لي وما نعاودش وهذا وهذا. ورجعت كي الكلبه على وجه وليداتي. تبدل ما تبدلش، اما زيد في العميه. داز رمضان، داز العيد، داز بالاعياد، جا العيد الكبير. جا عندي قال لي غير ترى ما نشريش انا هاد العام العيد. قلت له علاش؟ ان شاء الله. قال لي صافي غنعيدو مع با وصافي. قلت ليه لا ما يمكنش، انا خصني العيد ديالي. قال لي وانا ما شاريش هكا. قلت له ولا ما شاريش انت انا ما معيداش هنا، انا ما نعيدلكش هنا، غنمشي نعيد في دارنا، ما نعيدش هنا كاع الا ما شريتي لي شي عيدي. قال لي انت تعرفي. جمعت حويجاتي وهزيت ولدي ومشيت لدارنا. دوزت عاوتاني ما دوزت شي 15 يوم بحال هكا. صيفطات امي صونات على عمي، قلت له شنو هاد الشيء، مال هادو مال هذا؟ قالت له مازال ما بغاش يدير عقلو، مازال بغا يهديه الله. صافي ما جاوبهاش، قال لها يدير الله خير.
ما يعلم الله شنو داروا، منين جاب الفلوس، واش عطاوه، واش تعاونوا معاه، واش خدم، واش العلم لله. شرا عاوتاني واحد الحوليه وجا قال لي راني شريتها، يلاه مشيت دوزنا العيد ديالي الثاني. بدا ولدي كيكبر شي شويه. واحد النهار قلت ليه يلا نخرجوا، عيد صابره ما عمري خرجت انا وداك الراجل. قلت ليه انا بغيت نخرج ولدي، يلا نخرجوا مع مجموعين. ما عرفتش يعلم الله كيفاش قال لي يلا واخ وافق. كانت اول مره غادي نخرجوا كأسره، اول مره غادي نخرجوا كأزواج، ناهيك على كأسره يعني معنا ولدنا حتى قبل الولد. اول مره غنخرج مع راجلي وولدي. مشينا لواحد الجرده كانت بعيده شي شويه علينا، جرده زوينه فيها اللعاب ديال الوليدات الصغار ما الى ذلك. جالسين، ولدي كيلعب حداه قبالتنا شويه، جا كيلعب حدانا، وهو جاب معاه واحد القريعه ديال المناضه من الدار. جا ولدو قال له بابا دوقني، عطيني بابا انا المناضه. قال له لا ولدي هذه ما تصلحش ليك. جا الولد راكم عارف بقى كي انسيستي كيبكي. قال له لا ولدي هذه ما تصلحش ليك، دابا نشري لك وحده اخرى. انا كيفاش ما تصلحليكش؟ دارت لي نغشاتني في عقلي، بقيت كنفكر بزاف. شويه درت كنهضر انا وياه، هو جغم هكا من هون، درت كنهضر معاه وهي ضرب فيا الريحه. شراب هذا ماشي مناضه. صافي تشوكيت بحال تصعقت ديك الساعه. قلت لها الدرجه وصلت بك حتى لهاد الدرجه؟ هاد الوقاحه كامله فيك؟ ما قدرتش نسكت ونخليها غير للدار. قال لي غتسكتي ولا غندير لك هنا شي شوها، ولا غتمشي بحال نسمح فيك ومشي بحالي. قلت له نوض سير بحالك ولا دابا ردني للدار. صافي رجعنا بحالنا وما كملناش ساعه تما، وندمت على النهار اللي خرجت معاه فيه، حيت هاد الدرجه هذه الوقاحه ما كنظنش غيوصل لها انسان خارج مع وليداتو ومع مراته. رجعت عاوتاني مشيت لدارنا، غضبت عاوتاني وقررت بانني ما غاديش نرجع. كان هنا ولدي عنده شي 4 سنين تقريبا. قررت بانني ما غاديش نرجع بصفه نهائيه عنده. صافي قطعت، حبست لا بيلول وديسيديت انني صافي ما غاديش نرجع لهاد السيد. دازت ما دازت واحد تقريبا واحد الشهر ولا شهرين، يكون شهرين تقديريا. جاو عاوتاني كيرغبوا على الشيطان وانا ما كنتش ناويه نرجع. صافي جا هو بيدو، حيتاش ما هو ما كيجيش نورمالمون ديما. راه شحال من مره غضبت وما جاش عندي هو، جا قيله مره ولا جوج مرات. جا هو كيعتذر وما نعاودش وهذا وهذا، وانا كنبغي ولدي وانا باغي ولدي وانا باغيك وانا رجعت للمره الالف. رجعت كي شي شويه د الهم خلاتها كما قالت صاحبه القصه، شويه ديال الهم مشى ورجع. ما علينا. رجعت داك النهار قدر الله ما شاء فعل. من موراها بواحد الشهر تقريبا تعطلت عليا لي غاكل. مشيت شريت التيست درتو، عرفت راسي حامله. وهذه كانت صدمه بالنسبه لي، حيت هذيك ماشي ظروف ديال الولاده. بقيت كنبكي، بكيت بزاف، حيتاش ماشي ظروف ديال الولاده بصفه نهائيه. منين قلتها ليه اش غادي يقول لي؟ قال لي ماشي وقته. حرفيا هذه هي الجمله اللي قال، ماشي وقته. صافي دوزت عاوتاني داك الفتره، جاني داك الوحم صعيب وجاني عليه ما كنتش كنحمل نشوفه ولا نشم ريحته ولا نشوف خياله، وما كانش بامكاني انني نمشي لدارنا. مشيت واحد الايام بحال غير ضايفه وصافي. من رجعت والو، مشيت زعما قلت يقدر زعما يتبدل الوضع. من رجعت ولقيت راسي الوحم ديالي جايني عليه ما حاملاش نشوف فيه. واحد النهار انا كنطيب الغدا وهو جا قبالتي،
بقى تيقول لي حيت هذا الشيء كيوقع بزاف المرات ديال انه كيبغي غير يجبد معايا المشكل وغير يبرد فيا في قصته ولا قطعته بالمعنى الكلمه. قال لي واللي ما بغيش يشوفني واللي ما حاملش يشوفني يمشي لدار باه، يمشي لعند باه ويتفشش عليه. ملي ما حاملاش تشوفيني سيري بحالك، سيري لداركم. ما واجبتوش، سكت وخليتها هكاك. دازت الفتره ديال الحماله ديالي بنتي، الحماله الثانيه ديالي بنتي دازت. قرب الوقت ديال الولاده. جا الوالد ديالي قال له اجا ولدي، قال له واش محركه القضيه شويه؟ قال له والو عمي وهادي هذا. قال له انا ندخلك معايا دابا مني حرك القضيه شويه وانا ندخلك معايا في واحد الدارت، راه الاسبوع قرب بعدا تعاونك. هذا الاسبوع الثاني الاخوان راه ماشي بابا اللي غيسب عليه، راه عليه. صافي دخلوا بابا معاه لهاديك دارت. خلص هادشي، كانت باقيه واحد الشهرين للولاده. خلصها داك الشهر الاول، الشهر الثاني جا السبوع، شدها في السبوع، الوقت السبوع فكو، يعني فكو بمعنى الكلمه. فكو في داك البيريود هادي ديال السبوع حيت لقاتو واقف ما عندوش الريال. عطاه بابا، شدها بابا من عند داك الناس وسبقوه. هو قال لهم الله يخليكم عنده ظرفيه، عنده اسبوع هذا، سبقوه. صافي شدها، دوزنا السبوع عطاها له الشهر اللي من مورا السبوع وحبس، خلاها له في عنقه جلس. اصلا دوزنا غير شهرين اخرى من مورا السبوع، شهرين اخرى. هو دوز شهر وعطاها له شهر من مور السبوع وقف، وانا شهرين من مور السبوع. فيها غادي يوقع المشكل الكبير اللي غادي نحبس فيه وغادي نرجع لدارنا بصفه نهائيه. من بعد هذاك الشهر اللي داز مور السبوع، بلي ما رجعش خلص فيه دارت، ولا الراجل ما كيباتش في الدار، حرفيا ما كيباتش في الدار، ما كيدخل حتى كيصبح الحال، حتى كيفيقوا الناس يمشيو لخدمتهم ويبداو نهارهم، عاد كيجي هو كيدخل كينعس. دازت النهار الاول، الثاني، السيمانه الاولى وانا ساكته. حتى واحد الصباح دخل، حتى الصباح عاد دخل. كنت انا في السطح كنشر الحوايج، دخل عيط ليا، كنسمعو كيغوت كيعيط بالغوات. هبط لقيت السيد سكران، اصلا جاي سكران. قال لي فين هي واحد الفلوس ديالي كنت حاطها في الماريه؟ يعني فلوس هادي شهر ما ضرب فيها الضربه وكثر. يعني فلوس مين تجي هاد الفلوس اللي غتكون في الماريو؟ منين غتنزل هاد الفلوس وتجي في الماريو؟ ما عندناش الفلوس اللي غتكون في الماريو، ما كايناش غير النشاط. واشنو قال ليه؟ قلت له انا ما شفتش فلوس، ما عندي فلوس. ما بقى كيغوت وكيجدب وكيزدح، هز الموس ومشى بغى يقطع الفراش. انا سمحت فيه هكاك ومشيت كنسبك، دخلت لعند عمي، حيت قلت مهما كان ما يقدرش يأذيني قدام حتى باه. دخل تبعني كيغوت وكيسدح في الطبلة، يقول لي والله ما جبتي لي فلوسي تنقتلك، والله هاد النهار ما حطيتي لي فلوسي تنقتلك. انا تنبكي كنقول له هاك، كنقول له مين فلوس؟ راه ما كاين حتى شي فلوس، راه ماشي نورمال. ما عرفت مين جاب هاد الفلوس هادو اللي تيهضر عليهم. انا كنرعد وقبطه بنتي كانت يلاه عندها شي شهرين، قبطها عندي حيزها وكنرجف خايفه منه بزاف. صافي عيا باه نعل الشيطان ولدي، نعل الشيطان، شمن الفلوس؟ شحال د الفلوس انا نعطيها لك؟ غير سكوت. كيقول له ما عطال انا على حتى واحد وما يعطيني حتى واحد، انا بغيت فلوسي ولا نذبحها. حتى لي عمي مني ما بغاش هكا كيتجمع له كيقول لي يلاه نمشيو عند البوليس نديكلاريو به، يلا هذا ما بغاش يحشم، يلا نمشيو نشكيو به عند البوليس. صافي مشى للبيت وترضخ ناس. خليت انا شويه على ما تكالما الجو ودخلت لبست جلابتي، هزيت حوايجي عادي غير حويجاتي وتبديلات ديال وليداتي. قلت له انا غنمشي لدارنا. صافي قال لي واخا، على اساس غنمشي غير نشوف امي.
صافي مشيت خليته هو ناعس. مشيت انا عند امي بداك النهار صونات عليا اختو قالت لي راه جا سكران وجا كيغوت على بو تيقول له باغي تدفني للحبس وباغي دير لي وكيعاير. سكرت لغت ليه وتلغت ليه عاوتاني هو ناسي راني مشيت عند امي على اساس نمشي غير في العشيه ونجي ثاني كاع انا ولادو. صافي بقى هذيك على ديك الحال. دازت واحد 15 يوم عاد عيط لي واش ما تجيش سيري اجي لدارك خملي داك الدار وشوفي واش خاص شي حاجه. قلت له انا ولد الناس ما جاياش وصباح الخير. قال لي كيفاش؟ قلت له كتسمع ولد الناس انا ما راجعاش. قال لي ياك ايوا الحل اللي عجبك ديريه. ما زادهم ما زاد عليا ما نقص عليا. صافي هذا هو الجواب. صافي بلوكيتو. دازت واحد المده ولا عيط لي صونا عليا قال لي خرجي عندي نتلاقاك. خرجت خليت ولادي عند امي وخرجت عنده تلاقينا هضرنا في هذا الشيء. قلت له الناس انا ما بقيتش قادره على هذا الشيء ولا بغيتي ولادك وبغيتي نرجع عندي شروط. منين قلت له الشروط ديالي يولي اولهم هي الخدمه ما يبقاش يجلس من الخدمه والبليه ما يوليش دخل عليا انا سكن. قلت ليه انا بغيتك انت تصرف عليا وعلى ولادي انا مزوجه بك انت ما مزوجاش بباك حيت فريمون واخا عمي واخا بزاف ديال الحاجات ولكن راكم غادي تفهموني ضروري ما كتحسي بالنقص. اي وحده كتبغي تشوف راجلها هو المعيل ديالها وهو اللي كيدخل وكيخرج واللي بغاتها يجيبها ليها. شحال مره كتشهي شي حاجه ما تقدريش تقولي لهم عطوها لي. شحال مره تكون شي حاجه كاينه وما تقدري تاكلي واحد شويه وما تشبعيش وما تقدريش تزيدي على داكشي اللي يعني نقولوا حقك ماشي بحال ملي كيكون راجلك هو المعيل ديالك تقدري تشهي عليه اللي بغيتي يجيبي اللي بغيتي طيبي اللي بغيتي. انا ما كانتش عندي هاد الرفاهيه هادي وهذا الشيء اللي طلبت منه ما طلبتش منه انايا بزاف هذا حقي. صافي قال لي انا هذا الشيء انا ما قدرش عليه واللي يناسبك ديريه. رجعت بحالي بلوكيتو حتى من لابيل. بقات هكاك بقيت في دارنا لمدة 5 شهور. منين فات 5 شهور وجاو فيها عائلته مرة او جوج انا صافي كنقول لهم ما عندي لا بغاني نرجع راني قايله له الشروط ديالي كيفاش بامكاني نرجع من غير هادشي ما راجعش. في داك ال5 شهور منين دازت هو ما كاينش في هذا العالم. دعيتو على النفقه مشيت دعيتو على النفقه. منين وصلاتو الاستدعاء طلعت واجهنا في المحكمه. منين تلاقينا في المحكمه تواجهنا على النفقه المره الاولى. انا قلت للقضيه انا كنتنازلوا على اي حاجه انا غير ولادو يتفكرهم وصافي. اما انا زعما كنتنازلوا على ما كنطالبوا بحتى شي حاجه مسامحالو. قالت لي القضيه الا كنتي انت مسامحالو حنا ما مسامحينلوش. صافي من بعد منين هبطنا من المحكمه وصلتني الهضره ديالو بانه تيقولوا ما ندوزها حبس والله ما نعطيها شي حاجه والله ما تشوف من الريال واخا ندوزها حبس وانا ما عندي ما ندير بيها. حرفيا داك المده ديال 5 شهور قبل ما ندعي على النفقه كامله اللي كانت في دارنا عمره ما تفكر ولادو بحتى شي حاجه حتى ليكوش هو الاخر ما عمرو صيفطو. واحد النهار صيفطت ليه من عند ماما قلت له بغيت ليكوش لبنتك باش غادي يجاوبني. قال لي ياك راك عند باك ايوا عجبيني. كيف ما كتسمعوا من بعد ما وصلت الاستدعاء ديالت النفقه رجعوا عاوتاني جاو نعلو الشيطان وهادي وهذا. دازت عاوتاني شهرين تقريبا اخرى او 3 شهور. صافي عييت ما نتسنى عييت صابره. صافي درتو هو هي ديري اللي بغيتي. دفعت الطلاق ديالي. وصلت الجلسه الاولى ما جاش. قبل ما يخرج الطلاق ديالي كان قرب العيد صيفط مشى شرا لولادو حوايج صيفطهم ليه وصيفط ليا انا بيجاما
وصافي. ورديتها ليه، رجعت صفتهم لي مع خويا ورجعتهم ليه. رجعت ليه غير البيجامه ديالي، اما حوايج ولادو ما رجعتهمش. قلت له قول له بلاش شكرا راني خديت. صافي جا دازت داك اليومين، كانت عندي الجلسه في داك اليومين، طلعت صافي ما جاش عاوتاني، خرج لي الطلاق ديالي خديته. منين ولات وصلت استدعاء ديال النفقه وديال الطلاق باش يطلع يستلم الطلاق ديالو والنفقه اللي خرجت له خصو يأديها، عاد السيد فاق من القلبه، عاد جا وعاد كيعيط لامي وجا للدار. واش من نيتها وانا هي راه سحب ليا غير غضبانه ونقولها تنعس الشيطان ترجع بحالها، حيت انا ما بغيتش نشوفو وما بغيتش نهضر معاه. قالت لي امي راها ما بقاتلكش مرا، راها ما بقاتش مراتك باش ترجع، راه صافي راه خرج الطلاق، ما بقاتش زعما مراتك باش بامكانها ترجع ليك ولا راها عاد غضبانه وغترجع ولا صافي الطلاق راه خرج. ايوا دابا اليوم كيقول لي زعما لا ونرجعوا نتزوجوا وانا باغي ولادي وانا ولكن حطوا راسكم في بلاصتي، راه ما عنديش فين نرجع، راه ما كاينش فين غنرجع. حتى البيئه فين غيكبروا ولادي ماشي هذيك هي البيئه اللي خصهم يكبروا فيها، ماشي بيئه اللي يكبروا فيها الدراري ويخرجوا منها بصحه وبنفسيه زوينه. اليوم انا عندي 23 عام، لي نورمالمون خصني عاد نبدا حياتي. النصيحه ديالي للبنات هي الزواج ديال الصغر، وهو لا فكاي بزاف 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 قبل ما ترمي راسك للزواج، وسيرتو في الصغر. انا دابا كنحمد الله ونشكره على وليداتي، حيت هما احسن حاجه وقعت ليا في هاد السنين كامله اللي دازت عليا عذاب. احسن حاجه وقعت لي هي هاد الجوج وليدات هادو، الله يخليهم ليا والله يعوضني فيهم. كنتمنى من الله يرزقني العوض في وليداتي ونشوفهم ان شاء الله في بلايص زوينين اللي يستاهلوهم. واللي كنقول لكم البنات، اول حاجه بعد من دمك لا يطلق هاد المقوله هادي راه بصح كاين. وحاجه اخرى الثانيه هو الزواج ديال الصغار، ما كنصح به حتى شي وحده، وفكري بزاف وما تزوجيش بواحد مبلي من النهار الاول باش ما توصلوش لهاد الشيء هذا كامل. راجل اللي باردين كتافو وزايدها بالبليه هذا راه ما عندكش معاه مستقبل، ما عندكش معاه كاع حتى خطوه ديال في المستقبل. قدر الله ما شاء فعل، هادشي قدروا عليا الله والحمد لله لعله خير، واكيد كاينه شي حكمه وكاين خير في الموضوع. انا دابا باغا غير نلقى خدمه اللي نهز بها وليداتي ونعاون بها با وصافي. هادشي اللي باغا، ونكبر وليداتي بالحلال، نكبرهم فيما يرضي الله ونشوفهم ان شاء الله في احسن المراتب. كانت هذه القصه ديالي، كنتمنى من الله ما تطيحوش في نفس الغلط اللي طحت فيه انا. وبالنسبه للبنات اللي مازالين صغار اللي غيسمعوا هاد القصه ديالي، هادشي اللي كنقول لكم فكروا مزيان، ما تسرعوش، الزواج ما غيهربش، وضروري ما تفكروا مزيان وتاخذوا القرار المناسب وتشوفوا الزوج المناسب. اول حاجه ما يكونش مبلي، ثاني حاجه ما يكون خدام على راسو وراجل بمعنى الكلمه قد المسؤوليه، اللي يهزك ويهز وليداتك وما يخصكش معاه الخير باش ما قسم الله. ماشي بالضروره تكونوا عايشين رفاهيه داكشي باش ما قسم الله، ولكن يكون كيدير افور على قبلكم. هادشي اللي كاين، وحنا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وقصه جديده. كنتمنى تخليو كومونتيرات زوينين وتنصحوها او تدعيو معاها، حيتاش فريمون خاصنا نموتيفيو هاد السيده هادي. واللي دوزاتو ما ساهلش صراحه الله، يعني راه سنين من المعاناه اختصرناها احنا في دقائق. الله يدير لها الخير ولا يعوضها يا ربي. وانا نقول لكم دابا خليت لكم الراحه، بسلامه.